السلام عليكم. رجعنا نكمل حكاية ملك ملوك الأرض نبي الله سليمان عليه السلام. وقفنا عند الجزء الثاني من هبة ربنا عز وجل، وهي تسخير الجن والشياطين. وده كان أول وآخر دمج بين مملكة الإنس ومملكة الجن. لم يرد في التاريخ إنه تم تسخير الجن والشياطين لإنسان قبل سيدنا سليمان أو بعده. وطبعا سيدنا سليمان استخدمهم في بناء الأرض وتعميرها، وفي الغوص في أعماق البحار واستخراج الكنوز والصيد، وأيضا في الحروب والصناعة. لسيدنا سليمان قصص كتير جدا، ودايما بترتبط بأساطير وحكايات فيها شيء من الخرافات والشركيات. وفي الحقيقة أنا تجنبت كل دوت واتكلمت فيما هو مؤكد بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. ومن أشهر القصص قصة النملة اللي تبسم من قولها. وأجمل ما في قصة النملة رد سيدنا سليمان، قال تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهنا بنشوف تحول سيدنا سليمان بعد البلاء والفتنة وأدبه مع ربنا الشديد، وتعلم إنه مهما أوتي من ملك وحكم وعلم لن يكون كذلك إلا برحمة من الله. وطبعا من أهم القصص الأخرى هي قصته مع الهدهد وملكة سبأ. طبعا القصة بتفاصيلها معروفة لأغلبنا، لكن تعالوا ناخد شوية مواقف منها. أولا رد الهدهد على سيدنا سليمان لما رجع من سبأ. قال تعالى: فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللي هو سبحان الله، عشان الهدهد كان معاه حق وحامل لأمانة، ما خافش من ملك وهيبة سيدنا سليمان قد ما هو كان شايف لازم ينقل الأمانة مهما كانت النتيجة. وهنا بنيجي من أجمل الرسائل الموجزة عبر التاريخ، رسالة سيدنا سليمان لملكة سبأ. قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهو خير الكلام ما قل ودل. وكان رد ملكة سبأ اللي واضح إنها كانت لها شيء من الحكمة راحت لسيدنا سليمان وشافت العرش بتاعها، قالت كأنه هو. وده كان صوت عقلها البشري اللي مش مستوعب قدرة سيدنا سليمان. والمهم ان في الاخر امنت ملكة سبأ ووحدت ربنا وتزوجها نبي الله سليمان. اما بقى بخصوص العرش، مين اللي نقل العرش؟ في الحقيقة في كذا رأي. اول رأي ان اللي نقل العرش هو أصف بن برخية، وصراحة بتدور عليه اساطير كتير. والرأي الآخر إنه سيدنا سليمان نفسه هو اللي نقل العرش، ولكن في الحقيقة هي نقطة ما تشغلناش قوي. المهم النتيجة في الآخر إيه، والمهم العبرة، وهي إن اللي عنده علم من الكتاب وعلم ربنا أفضل وأعلم من سحر وشعوذة الجن والعفاريت. وفي الآخر سيدنا سليمان شكر ربنا وذكر إن هذا من فضل وهبة الله علينا، مش بفضل أي حاجة تانية. وعلى غرار أبوه لحكمة يعلمها الله، توفى سيدنا سليمان بسن مقارب لسن أبوه، وتقريبا نفس فترة الحكم. وفي قصة وفاة سيدنا سليمان فضل متوفي وساند على عصاته مدة يعلمها الله، وده طبعا بقدرة ربنا. المملكة فضلت شغالة من حوله سواء من إنس أو جن لحد ما السوسة أكلت جزء من العصا فتبين أنه توفى منذ فترة. قال تعالى: لما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهنا بنيجي للعبرة من قصة سيدنا سليمان عليه السلام. ربنا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. فكل قصة من القرآن فيها عبرة وبيان لينا عن طريقة العبادة السليمة والفوز بالدنيا والآخرة وتجنب المعاصي. أولا ربنا هو الوهاب، يهب الملك والعلم والحكمة والتسخير لمن يشاء بغير حساب. ثانيا مهما كانت قدرتك ومهما وصلت لجاه وسلطة ونفوذ ومعجزات، فده ما يشغلكش عن طاعة وعبادة ربنا اللي أصلا
اصلا هو عز وجل السبب في اللي انت فيه. واوعى تفتكر انك مهما عظم شأنك انك تملك شيء، حتى نفسك لا تملك، كله بايد ربنا. وشويه تعب قد كده قادرين ينيموك في السرير، وما تقدرش تجيب الشفاء الا من عند الله وبامر من الله. افتكر انك مهما وصلت لدرجه كويسه من العباده والطاعه فانت مش معصوم من الذنب، لكن لو اذنبت توب على طول وارجع لربنا، ربنا رحمته وسعت كل شيء. اوعى تيأس من ذنبك ومن نفسك، باب التوبه مفتوح. وخد بالك لما يجيلك بلاء فربنا عاوزك ترجع له ويعلي درجاتك وترجع احسن من الاول. ومن اهم العبر لينا من قصه سيدنا سليمان مع الجن ان الشيطان رغم انه عصى امر ربنا لكن هو تحت اراده ربنا وامره. سبحان الله، الانسان اللي رفض ابليس يسجد له بامر ربنا سخره تحت ايد نفس الانسان. فالشيطان مهما كان فهو مش خارج قدره ربنا. تاني حاجه ان الشياطين والجن لا يعلمون الغيب ولا يملكوا اي شيء يقدر يغير لك بيه قدرك او رزقك او عمرك، زي ما جه في الايه رقم 102 من سوره البقره، واللي حابب اختم بيها قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولحد هنا خلصت قصة نبي الله سليمان عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا وليس أمرا، لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير، الدال على الخير كفاعله. كنتم مع مصطفى سعد وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.